امبارح اوكرانيا نفذت اكبر هجوم جوي ليها جوه روسيا من بدايه الحرب، في عمليه سموها العنكبوت. شنت كييف هجوم واسع النطاق باستخدام طيارات مسيره، واستهدفت 4 قواعد جويه عسكريه روسيه في مناطق مورمانسك وايركوستك وايفانفو وريازيان، وكمان الهجوم وصل لحد سيبيريا. المصادر الاوكرانيه بتقول ان الهجوم ده ادى لاصابه اكتر من 40 طياره عسكريه، وتسبب في خسائر بتقدر ب 7 مليار دولار. والمثير ان الهجوم ده وصل لسيبيريا، يعني اعمق نقطه اوكرانيا وصلت ليها جوه روسيا. روسيا من ناحيتها وصفت الهجوم ده بالارهابي، وقالت انها صدت بعض المسيرات، لكن اعترفت باندلاع حرائق كبيره في الطيارات العسكريه عندهم. الهجوم ده جه قبل يوم واحد بس من مفاوضات جديده بين موسكو وكييف في اسطنبول، وبيطرح سؤال: هل ده تصعيد ولا ورقه ضغط جديده من اوكرانيا؟ والاخطر من كده ان بعض المسيرات وصلت لمسافه 1800 كيلو متر جوه الاراضي الروسيه، يعني المسافه دي في الحرب معناها ولا اي حصانه لاي موقع بعد كده. صحيح ان روسيا اعترفت ان في حرائق وانفجارات، لكن حاولت كالعاده انها تقلل من اهميه الهجوم ده، وقالت ان اغلب المسيرات اتصدت، لكن صور الاقمار الصناعيه وبعض الفيديوهات اللي انتشرت بتقول غير كده خالص. التحليل اللي بيظهر دلوقتي ان اوكرانيا ممكن تكون بتبعت رسائل قبل اي مفاوضات، اللي هو احنا لسه واقفين ولسه نقدر نرجع تاني، وده بيخلي التوتر يرجع يزيد تاني ويفتح سيناريوهات خطيره جدا. اما السؤال هنا بقى، هل اوكرانيا فعلا بتقلب الطاوله تاني على روسيا؟ والاكيد ان روسيا مش هتسكت وهيكون الرد بنفس القوه، ولا نشوف تصعيد ممكن يقربنا اكتر من مواجهه اوسع؟ هستنى رايك، وهل العالم مستعد لمفاجاه جديده بعد الحرب؟